الرئيس الأسد سيحضر قمة جدة بالوقت يلي كان الدكتور سمير جعجع حسم وكان أكيد ومتأكد بأنه الرئيس الأسد لن يحضر. خذلتم؟ لا بصراحة، لأنه نحن يعني في أمور إذا بدك الخطأ ربما خطأنا أنه نقيس نظرتنا للأمور بكيف ينظر، يعني نظرتنا نعممها على غيرنا أو نسقطها على غيرنا. بالنسبة لنا صراحة هذا موقف شخصي، بس نحن ما بيأثر على قمة عربية ودول كبرى. نحن بالآخر فريق سياسي صغير. هي المشكلة أنه أغلب الأوقات مش عم تزبط الأمور معكم يعني. لا، ما لها علاقة أستاذي سمر، ما لها علاقة، لأنه نحن إذا بدك نقارب الأمور من خلفية مبدئية. يعني النظرة المبدئية هلا إذا ما صارت ما بتغير. هلا بدي أسألك سؤال أستاذي سمر. هلا هي ما بتغير أكيد، إذا ما صارت ما بتغير بمسار الحياة يعني، ولكن بتغير بطريقة النظرة إلى أنه في تراكم لفشل معين في مكان ما، وهيدا بيأثر. بس لا، خلينا نقول استاذ سمر، فشل وين؟ يعني انا بدي افترض نحن تكتيك استراتيجي يعني بالتكتيكات. لا هذا موقف مبدئي استاذ سمر، يعني انه نحن عم نقول انه ما لازم يرجع، عم نقولها بطريقتنا. هلا اذا في دول اكبر منا ارادت انه يرجع، انه اوكي يرجع. بس انا ما كنت عم بحكي عن المبادئ والمواقف المبدئيه، عم بحكي عن الرهانات. يعني راهن الدكتور سمير جعجع على سقوط النظام مع بداية الأزمة ولم يسقط، راهن على عملية انفصالية وتقسيم ولم يحصل. يعني ما في شيء عم بيراهن عليه أو يتنبأوا بين الليلين وعم يزبط. هيدا بيأثر على رؤيته إلى أو رؤية الآخرين له، إنه هيدا كيف بيحلل، هيدا كيف بيقرأ استراتيجيا، كيف بيشتغل تكتيك، كيف بيشتغل سياسي. بس هيدا مجرد سؤال.